العثور على محلقة إسرائيلية محطمة بين بلدتي طيبة ورب سلاسين. الحزب اللبناني يضيء صخرة الروشة بصور نصر الله وصفي الدين. من صواريخ البياف إلى صور الروشة، طهران تحول لبنان إلى ورقة مساومة مع الغرب. لرجان إيران تدعم وجود حكومات قوية ومستقلة في لبنان. الرئيس عون بذكرى نصر الله وصفي الدين. حماية التضحيات تكون بوحدة الموقف والالتفاف حول مشروع الدولة. قوى الأمن توقيف شخص في صغيبين بتهمة ضرب وخنق وحرق زوجته وبحق مذكرتي توقيفه بجرائم مخدرات وسرقة. النشرة: محلقة إسرائيلية ألقت قنابل على أحد رعاة الماشية في منطقة المجيدية. متابعينا الكرام، حتى تصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو، اتفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. أفادت مراسل النشرة بأن عثر على محلقة إسرائيلية محطمة بين بلدتي الطيبة ورب سلاسين في تحدي لقرار الحكومة اللبنانية أن يرى حزب الله صخرة الروشة في العاصمة بيروت بصورتي الأمينين العامين السابقين للحزب حسن نصر الله وهشام صفي الدين، وبين خطاب الدولة في نيويورك وصور الحزب الله في بيروت برز التناقض العميق الذي يكشف موقع لبنان في لعبة الرسائل الإقليمية. فقد اجتمع مشهدان متباينان في لحظة واحدة. كان الأول على منبر الأمم المتحدة، حيث ألقى الرئيس جوزيف عون خطابا يقدم فيه صورة لبنان الباحث عن الدعم الدولي والشرعية السياسية، والثانية عند صخرة الروشة، حيث خرق الحزب اللبناني قرار الحكومة وضاء الموقع بصور حسن نصر الله وهشام صفي الدين، متجاوزا اتفاقا كان نبيه بري قد رعاه بنفسه. وهذا التحدي الداخلي لم يكن معزولا عن السياق الأوسع، إذ تزامن مع تصريحات اللافتة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف الذي أعلن عن تزويد الحزب اللبناني بالصواريخ ليس مستحيلا، مضيفا: لو كان قيادة الحزب لشن حربا بمدى يصل إلى 200 كيلومترا داخل إسرائيل. التوازي بين الخطاب الإيراني والفعل اللبناني يوضح أن ما حدث في بيروت كان امتدادا لرسائل طهران التي اعتادت توظيف الساحة اللبنانية كمنصة تهديد وضغط في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين. متابعينا الكرام، حتى تصلكم بأخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.